السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبداو الفيديو ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، ونروحوا لموضوع الموضوع اليوم. موضوع مهم جدا. كما تشوفوا هذه الصفحة هنا الجزائر الرسمية، ديت هذا الخبر من هذه الصفحة. راكم تشوفوا في الشخص ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة التيك توك. السيد اللي راه أمامكم في الصورة راه جاب تصريحات خطيرة حول يعني وجود الفتاة ولا التلميذة المختفية، التلميذة مروة بوغاشيش. انه زعما صح واش يحكي هذا، قال باللي راحت مع واحد فاميلتها القالمة في دوار المعيز وعائلتها على بالهم وراهم يتصلوا بها عادي. الشخص هذا راح أقر بهذه التصريحات، التصريحات الخطيرة، انه الطفله راهي في دوار امعيز. ان شاء الله تكون السلطات شافت يعني هذا يعني التصريح تاعه، وان شاء الله يروحوا يديروا تحقيق في هذه المعلومات. نروحوا نقراو من الصفحه الرسميه. هذا هنا الجزائر الرسميه. يعني دائما هذه الصفحه تحط الاخبار يعني اللي راهي موجوده على يعني اللي راهي دايره ضجه، يعني وتحط يعني اخبار صحيحه. ان صحت هذه المعطيات فهي كارثه بكل المقاييس، تستدعي فتح تحقيق عاجل ومحاسبة صارمة لكل من تورط أو تلاعب بعقول ومشاعر الشعب الجزائري. عندك حاجة من اثنين: إما تكون المعلومة صحيحة ويتحاسبوا عائلة الطفلة، أو تكون المعلومة خاطئة ويتحاسب هذا الإنسان اللي راه يقذف فيهم. بين هذا وذاك سيكون الوقت كفيل بكشف الحقيقة. إن شاء الله الحقيقة تكتشف يعني ويخرجوا يعني تخرج يعني الأخبار الصحيحة. المهم المعلومات راهي عند الأمن، راح يكون يعني تحقيق حول يعني المكان اللي يسموه دوار المعيز بولاية قالمة. حملة البحث مازالها في تواصل. أي واحد عنده معلومة ولا عنده يعني خبر يحطه، لعل وعسى يكون سبب في وجود هذه الفتاة يعني ويطمئنوا قلب الأم اللي راهي ينحرق قلبها على بنتها، وكذلك الأب اللي راه يعني يسهر الليل مع النهار يبحث على البنت تاعه. قلت لكم راهي قرابة شهر تقريبا، من اختفائها من 22 ماي 2025. كما على بالكم بالك كاين على بالهم واللي ما على بالهمش، كانت تدير في الاختبارات ورجعت للدار. جاو صحاباتها يحوسوا عليها، يعاودوا يرجعوا في الفترة المسائية، لقاوها مكاش. والديها يعني صرحوا انه ملي خرجت الصباح ما عاودتش، رجعت يعني ما رجعتش على 12، رجعت راحت الصباح ما رجعتش حتى للمساء. من ذاك اليوم ما بان عليها حتى خبر، ما بان عليها والو، حتى اصحاباتها وما راهم عارفين يعني ما عرفوا والو. يعني خلوها صباح يعني في الكاميرا صباح كي رجعوا لقاوها دارت يعني في دوره هكا وهما راحوا لديارهم. هذاك اخر مشهد ليها. ان شاء الله يلقاوها. في الاخير نقول لكم بارطاجيو الفيديو واشتركوا في القناه اللي براكم مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.